مرحبتين حبايب قلبي. اليوم وصلت على هيدي الجزيرة نائية. عم بمزح، أنا بمزح كتير مع فكرة. أنا هلا خرجت مع تيتون لحتى نعمل هيك يعني جولة على اللاك، لأنه أنا بحب كتير البحيرات. المهم شوفوا معي المنظر، عن جد كتير كتير حلو. واو ولا أروع. شوفوا من ورا في شوية منازل وجزيرة نائية مثل ما قلت لكم. المهم يعني شوفوا معي عن جد حلاوة هذا المنظر. هونيك في مطعم. في حلاوة، عن جد في حلاوة بهذا المكان، بحبه كتير كتير. المهم شوفوا معي حلاوة هيدي الطبيعة. ذهبت تيتون. تيتون شوفوا معي تيتون كيف عم تجري تيتون الحلوة. آه شوفوا معي البحر. هيدا اللاك عن جد كتير كتير حلو. انا حفرجيكم كل التفاصيل كمان. هيدا المكان اسمه فافيير في غراند است دو نانسي. المهم مثل ما عم فرجيكم، تيتون هلا رايحة لحتى تستكشف المكان. هي اسرع مني بكتير كتير، يعني انا بحكي بصور كمان بنفس الوقت. طيب المهم هون بظن انهم يعملوا لي كونسير، حفلات او هدول الشغلات. شوفوا معي، شوفوا معي حلاوة هيدا المبنى تبع الكونسير والحفلات، كتير حلو. بظن انه الحفلة الناسيونال تبع فرنسا راح تكون هون. المهم راح اكون حاضر اكيد، يعني لحتى اصور لكم فيديو الحفلة الناسيونال تبع فرنسا. ما بعرف اذا راح اصور هون او اذا راح اروح لبحيرة تانية، بس بظن انه راح اصور هون. شوفوا معي هون في العاب. وين هي تيتون؟ تيتون هي هناك. هون عندنا الريستورانت. عن جد كتير كتير حلو. المهم شوفوا معي هونيك البحيرة كتير حلوة. شوفوا هونيك في ناس عم تلعب. هيدا كتير خطير هيدي اللعبة. مثل ما قلت لكم المهم لحتى ما اطول عليكم، راح اروح على الريستورانت لحتى اطلب شي بارد من اجل تبريد المعدة تبعي، لانها كتير سخنوني يعني كتير. المهم مثل ما قلت لكم حبايب قلبي، للاسف الشديد انه المطعم كان مغلق، يعني ما بعرف شو السبب. بس المهم هلا ما خلصت رحلتنا، راح اروح مع تيتون. شوفوا معي تيتون الحلوة، عن جد كتير حلوة تيتون، بحبها كتير كتير لانها كتير هيك. يعني ما بعرف انا هلا وين ما عم بمشي، راح ادخل بشجرة يعني. اوبس، يعني شو هيدا الطريق اللي انا اخذته. سوري بس في كتير حفر. شوفوا معي يعني عن جد انا هلا لازم انا اروح هون. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. ما بعرف ليش اخذت هيدا الطريق، عن جد كتير هيك يعني فاشل. المهم شوفوا معي هيدي اللعبة. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be مثل ما قلت لكم حبايب قلبي، انا راح اعملكم تور شاملة لهيدا المكان. هون في
وين بيلعبوا البيسبول، بظن هونيك في هاندبول. بس على فكرة شوفوا معي عن جد حلاوة هيدا المنظر مع الماء، عن جد كتير حلو. ولا أروع، أنا بحب كتير من الأماكن مثل هيك لأنه كتير 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 بتعطي رفاهية للنفس. عن جد كنت كتير زعلان يعني الريستورانت كان نغلى، بس عادي ما فيه ولا أي مشكلة. وهلا حبايب قلبي رح احكي لكم قصة هيدا المكان. بهيدا المكان قالوا انه يعني الناس، ومو حتى الناس يعني حتى بالجرائد وهدول الشغلات وبالنيوز وهدول الشغلات كلهم، في انه شاب مات، وجدوا جثة شاب ميت هون بهيدي البحيرة. يعني بسنة 2021 في شاب اختفى بعمر 25 سنة، اختفى لمدة 5 أيام، وبخامس يوم وجدوا تحديدا 21 ديسمبر وجدوا الجثة تبعه هون بهيدي البحيرة. في ناس بتقول انه هيدا الشاب كان يعني بيعمل مخدرات، يعني بيستخدم مخدرات وهدول الشغلات، لهيك هو انتحر هيدا البحيرة. بس في ناس اخرى بتقول انه هيدا الشاب مو انتحر، هيدا الشاب وجدوه مقتول. so يعني في ناس عم تقول انه يعني في ناس، معظم الناس عم تقول انه هيدا الشاب كان كتير respectful ومحترم، لهيك ما بظن انه رح يكون يعني بيستعمل المخدرات وهدول الشغلات. بس انا بظن انه هيدي انه يستعمل المخدرات وهدول الشغلات كلياتهم بس من اجل اخفاء الحقيقة انه قتل، ما انتحر. لانه هن اخرجوا قصة انه شاب يستعمل المخدرات من اجل ان يقولوا انتحار. بس المهم هذه هي القصة كاملة لهيدي البحيرة الحقيقية، يعني القصة الحقيقية لهذه البحيرة بسنة 2021. يلا هلا بتمنى انكم تستمتعوا بالمنظر تبع هيدا المكان. عن جد بيبقى كمان المنظر تبع هيدا المكان كتير خلاب وحلو. راح اترككم لحتى تشاهدوا هيدا جمال حلاوة هيدا المكان. المهم يلا بحبكم كتير، ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب بهذا القناة ولايك بهذا الفيديو اذا حبيتوا اكثر فيديوهات، وراح وعد مني راح فرجيكم اكثر فيديوهات او اكثر اماكن لفرنسا. يعني لما ازور اماكن راح اصور لكم كل الاماكن اللي زرتها وهدول الشغلات لحتى تعرفوا مدن فرنسية حلوة من اجل زيارتها. يلا هلا بترككم مشاهدة ممتعة. وهلا انا لما بسجل بالميكروفون هذا المقطع في تيتون عم تلعب بكل مكان. طيب نسيت خبركم موقع هيدا المكان، هو يسمى فافير او بحيرة فافير. طيب راح اكتب لكم هذا بالديسكريبشن. يلا مشاهدة ممتعة.
بس مررت بهيدا العشب الأخضر لسعني لسع مثل الكهرباء. هلا راح فرجيكن المناطق وين لسعني بيدي برجلي بكل الأماكن، بس بعدين راح فرجيكن المناطق الحمراء. هلا شوفوا معي هيدا الممر الحلو.